موفق من حيث اللقطات ومن حيث الموسيقى المصاحبة ومن حيث التعليق. يعني مجهود جميل من إنتاج قناة الدلتا، بنشكر فريق العمل اللي أنجز هذا الأمر. لاحظت أنه نماذج تقريبا المساجد، مسجد سيدي أحمد البدوي وسيدي إبراهيم الدسوقي، نفس النموذج، نعم، نفس الرسومات، نفس الخطوط. يعني السر في هذا؟ السر في هذا أن الفترة الزمنية لصاحب الأثر متقاربة. النقطة الثانية أن اللي قام بعمل زيادات أو تجديدات لهذه المساجد يعني أغلبهم هم نفس اللي عمل التجديدات في الشركة، نفس يعني غير الشركة. يعني ده لسيدي إبراهيم الدسوقي حصلت فيه تجديدات قايتباي، وفي عصر الأسرة العلوية في عصر الخديوي إسماعيل وعباس حلمي. الحاجات اللي بنشوفها الآن في نعم. مثلا قريب لنا في طنطا المسجد الأحمدي، نعم، ده اللي فيه السلاطين كان لهم دور فيه، ولا طبعاً. ده كله الإنشاءات الجديدة بتاع المقاولين العرب؟ لا، هو بيبدأ الأثر الأول بحاجة بسيطة، وبعدين كل سلطان أو كل حاكم بيجي بيعمل يعني مثلا يعني نعم. احنا هنبدأ بمسجد الأحمدي في طنطا. نعم. وهو أثر ديني مهم حضرتك. نعم. من ضمن آثار نعم. ال 34 أثر الإسلام اللي موجودين في محافظة الغربية تقريبا. نعم. والخمسة اللي موجودين في طنطا. نعم. طيب، ايه الآثار او ايه لمسات السلاطين السابقين بالنسبة للمسجد الأحمدي؟ بالنسبة للمسجد الأحمدي، أول ما اتعمل كان مدفون في بيت ابن شحيط. يعني مش في نفس المكان؟ هو في نفس المكان، ما هو مكان الجامع، هو ده بيت المكان. ابن شحيط. ابن شحيط اتعمل فيه. هو كان عنده ركين الدين، وبعدين اتنقل عند ابن شحيط، ولما توفى دفن في البيت بتاع ابن شحيط. وجه تلميذه عبد العال بعد كده، اللي هو تلميذ السيد البدوي، اللي هو مدفون جنبه. عمل له يعني عمل له ضريح صغير كده. وبعدين لما جه السلطان قايتباي، وده من اعظم سلاطين مصر في العصر المملوك البحري. دي معلومة. طيب، نعم. عايز ارجع تاني لصاحب الاحتفالية اللي احنا قريبين منها. نعم. سيدي إبراهيم الدسوقي. نعم. اهم التطويرات اللي تمت عليه ايه؟ التطورات اللي تمت عليه في عصر قايتباي برضه حصل فيه اضافات. هو كان مدفون برضه في جزء صغير، جه قايتباي وعمل توسعه للضريح. وبعد كده جم العصر الأسرة العلوية أضافت فيه زيادات اللي هي وصلت للوضع الحالي للمسجد. الأسرة العلوية محمد علي باشا؟ أسرة محمد علي، اللي هو الخديوي اللي بيعملوا الزيادات في الحاجات دي. الخديوي إسماعيل وعباس حلمي الأول وعباس حلمي الثاني. اغلب هم دول اللي التاريخ بيقول كده. دول اللي اشتغلوا على الاثار في. طب ايه تفسير لماذا تلك الاسماء الثلاثه؟ هذه الاسماء لان يعني الخديوي اسماعيل نزل المنطقه بتاع وسط الدلتا او وجه بحري، وعندنا عباس حلمي كان ماسك منطقه الرضاطين اللي هي المنوفيه والغربيه، يعني جزء فوق كان ماسك فيها عباس حلمي. الخديوي اسماعيل نزل المنطقه هنا في وجه بحري. فدول اللي يعني السلطان لما بينزل مكان بيعمل فيه اضافات او تعديلات لطريق. بالنسبه لمسجد سيدي ابراهيم الدسوقي، المقومات التي يملكها لجذب السياحه الداخليه؟ والله هي بالنسبه للمزارات الدينيه، مقومات السياحه اغلبها سياحه دينيه بتقوم على الوازع الديني والرابط الروحي والتبرك او التبرك. الرابط الوازع الديني والرابط الروحي بينه وبين الولي، او يعني هم بيعتبروهم اولياء. ففيه رابط ديني بينهم، فده بتبقى يعني ناحيه دينيه، وهي قصر. يعني يمكن احنا عندنا بيزيد الاعداد، بتوصل لملايين. نعم. سياحه دينيه بتوصل لملايين، بالإضافة إلى السياحة الثقافية، لأن مثل هذه المساجد بتدخل نوعين اتنين: سياحة دينية وسياحة ثقافية. سياحة ثقافية بالنسبة للآثار بتقوم بدور تنشيط للأماكن دي لجذب السياحة سواء داخلية أو خارجية للأماكن دي. وبالنسبة للناحية الدينية، هي اللي قلنا زي ما بقى فيه رابط بين الولي وبين الناس، وبين المريد أو المريد بيتوافد عليه أعداد كبيرة جدا لنول البركة زي ما بيقولوا. طب أنا بلاحظ أو عايز أطرح معاك قضية. هل يعني بنلاحظ إن فيه
نوع من التناول بالنسبة لهؤلاء نقدر نقول السيد أحمد البدوي أو السيد إبراهيم الدسوقي في بعض الآراء اللي بتهاجمهم، نعم. وبعض الأمور اللي هي بقى بتتمسك بالحديث النبوي الشريف لا تشد الرحال إلا ثلاثة مساجد. هل هذه الاتجاهات الفكرية تؤثر على إقبال الناس؟ يعني حضرتك من خلال تاريخك ومتابعتك، هل الزيارات والناس اللي بيحضروا في مولد أو احتفال مولد سيدي إبراهيم الدسوقي أو المقابل سيدي أحمد البدوي، هل الأعداد في تزايد أم في نقصان؟ لا، هو في وعي ديني دلوقتي، يعني الوعي الديني في ازدياد، ولكن برضو الأعداد رغم إن في وعي ديني إلا إن الأعداد بتزيد. الأعداد بتزيد. الأعداد بتزيد. يعني في أعداد مريدين، وفي غير المريدين بيجي للفرجة أو يعني لقضاء حوائجه أو لتجارة. يعني في بيجي علشان يعمل تجارة، وفيه بيجي لأنه يتفرج أو يستمتع برؤية المكان، وفيه ديني هو، إنما فيه وعي ثقافي بالناحية ان الناس يعني تتمسك او بالاولياء قلت عن الاول، بس يعني في ضغط او جذب سياحي مش متوقف بس على المريدين. يعني هي قلت، يعني هي الوعي الثقافي قلل نسبة المريدين، ولكن الضغط او نسبة السياحة عالية لاشياء اخرى زي ما قلنا التجارة او النزهة او من هذا القبيل. في شغل وزارة الآثار. نعم. وشهادة حق، يعني أي القطاعات بتلقى اهتماما من المسؤولين في قطاعات السياحة؟ هي التي تلقى اهتماما كبيرا هي قطاع الآثار الفرعونية أو الآثار المصرية، عشان يعني فيها إقبال من الأجانب. هي الآثار الإسلامية لها دور كبير جدا وفعال، ولكن وتواجدها في الأقاليم أكتر منه في الصعيد، لأن أغلب الآثار الفرعونية موجودة في الصعيد. في الأقاليم نتيجة لعمليات الرطوبة والمياه والحاجات دي أدت إلى زوال أغلب الآثار الفرعونية. أما الصعيد احتفظ بكم كبير جدا من الآثار لجفاف الجو، والمنطقة زي ما بيقولوا مصر العليا مرتفعة عن إنما هنا مصر السفلى الأرض واطية، فيها نسبة كبير من المياه والصرف الصحي. وده تفسير تدفق النيل من الجنوب للشمال. بالظبط. بتأدي المناطق دي إلى غمر الآثار القديمة بالمياه، فضاعت معظمها أو أغلبها. زائد إن التربة في الصعيد أغلبها تربة، يعني المنطقة المحيطة بالشريط الساحلي المحيطة بالشريط الزراعي مناطق صحراوية، فكان يعني بتبقى منطقة جافة وبيقطع الأثر من الأحجار اللي موجودة، ولذلك تلاقي أغلب الآثار اللي موجودة هناك من الحجر. أما مناطق الدلتا أو مصر السفلى فتلاقي البيئة اللي بتفرض نفسها على المادة اللي معمول منها الأثر، فبنجد كان بتتعمل من اللبن ومن الطوب الآجر اللي هو الطوب العادي، وده بيبقى قوة تحمل. لم يصمد أمام الطبيعة طبعا. من الطبيعة. لم يصمد، لم تستطع أن تصمد. لم تصمد لأن هي كان طوب لبن ولا لأن هي بيئة فيضاء، غير لما يكون جرانيت طبعا. جرانيت ورخام وحجر، فبيتحمل بيصمد كثيرا أمام. زائد إنه في أماكن مرتفعة عن الأرض فما بيطولهوش لمية، ما عدا لما كان حصل في معابد النوبة وحصل لها عملية إنقاذ إن هي كانت غرقت تحت المية، وبمعرفة اليونسكو اضطر نقل معابد النوبة. طيب بعد بحيرة ده جميل. ناصر. طيب أنا بلاحظ حاجة، يعني أنا بروح للمسجد الأحمدي كتير بحكم إن هو جنبنا يعني. نعم. لكن ليه لا أجد على الحوائط أو في المداخل معلومات أثرية عن هذا الأثر؟ هو حقيقة يعني هل أنتم مقصرين في هذا؟ نعم، هو في قصور كبير يعني مش المفترض وأنا داخل مثلا من عند النافورة مثلا أو من أي مدخل نعم أجد حاجة محطوطة بشكل مقبول وبشكل جيد مكتوب عليها تفاصيل عن هذا الأثر، تاريخه، تاريخ صاحبه؟ بالطبع. مش ده مطلوب؟ هو احنا عندنا مش ده أحد آليات الترويج والجذب السياحي؟ وجذب سياحي.
احنا من ضمن المنظومه اللي انا كنت يعني عامل عمليات تطوير لاثار الغربيه، منها حمام سمنود ومنها سبيل علي بك الكبير. يعني على سبيل المثال للحصر، لو جينا المفروض في عمليات التطوير، انا بعمل عمليات تطوير، بعمل خط تجميل للمكان يديله مساحه تبقى بمثابه رئايتي تنفس. المفروض اعمل لوحات ارشاديه للمكان، يعني وصور موجوده له وبوسترات. يعني المفروض ومن مش من الاثر بس، من مدخل البلد جميل. اعمل عرض لان واعلانات. دي نقدر نقول دي الخامه اللي احنا بنشتغل عليها. بالظبط، هي ده شغل، وده شغل الاثار. مم. المفروض الاثار، هي وزاره الاثار تقوم بعمليات ترميم يعني في وصيانه. تخيل حضرتك كنت هتعمل الكلام ده على مداخل مثلا مدينه طنطا الاربعه المفروض بشكل جميل على المداخل وتحدد ودي تعتبر عامل جذب. يعني لو واحد مثلا انتظر بسيارته وبعدين قرا تلك البيانات، يقول طب ما ادخل اكمل اشوف. ومش هنا انا كنت بعملها في زفته، لان كنيسه صنباط تبع لزفته، حتى اتفقت مع مجلس المدينه بتاع زفته. متى يعني الكلام ده؟ قريب ولا الكلام ده من قبل الثوره. قبل الثوره. هي جت الثوره لخبطت الدنيا. كنت متفق مع مجلس ان احنا نعمل لوحات من بعد زفته لحد صنباط، علشان للتوعيه برضه، وان لما يجي واحد يشوف بعربيته حاجه زي ده ممكن ينزل، يعني بتعمل جذب. طيب هنحيي مع حضرتك تاني هذه الافكار الجميله اللي كنت بتفكر فيها قبل الثوره ان شاء الله، تقريبا في 2009 2010. لكن بعد الفاصل ان شاء الله سنعود لكم وافكار الاثري جمال مصطفى. سيدي عبد الوهاب بن مخلوف هو العارف بالله، سيدي عبد الوهاب بن مخلوف بن سعد الله ابن محمد ابن أبي عرقوب الخنيزي، والذي يمتد نسبه إلى الحسن بن فاطمة الزهراء بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني انت عرضت هذه الافكار على محافظ الغربيه قبل الثوره اللي وقع. انا قعدت معاه، كان السبيل حالته مترديه، ناخد اجراء مش راضيين. اتفضل. ناخد اجراء يعني مش موافقين، فاضطريت ان انا اتصل بالمحافظ يعمل معايا اجراء يدعمني علشان الوزاره تتحرك عندنا. فاتحرك معايا عشان يدعم. هذا التصور ما زال مكتوب معاك محتفظ بيه؟ طبعا معايا قرار تطوير لسبيل. من مين؟ من كان من المحافظ؟ لا، ولا من القاهره؟ من القاهره، من رئاستك في القاهره؟ من الرئاسه، وعملت لجان وعملنا حاجات. هذا التطوير اكيد محتاج دعم. ما هو محتاج، هي بتقف على الدعم كبيره المالي. طبعا بتحتاج في حدود يعني هي مش عارف بالظبط، لان ما اقدرش اقدر القيمه تقريبا الماليه. يعني ربع مليون، نص مليون؟ لا اكتر، يجي 3-4 مليون.
ده على مستوى ال- بتتكلم ال- على الدلتا كلها ولا لا الغربيه بس؟ للسبيل بقى، للسبيل لوحده. السبيل لوحده؟ لان السبيل في حديقه طب ما كده تعتبر مبالغ كتيره جدا ده يا استاذ جمال. ما هي بس كانت احنا عايزين حاجه يعني ايه. طب ما تجدد ما أنا ما الفكره برقق- مع ما أنا- اللواء محمد نعيم، اعتقد ان مش الموضوع- عايز ارقع، انا ها؟ عايز اعمل حاجه لقدام. يعني انا ما اعملش حاجه لوقتها، ده اسمه ترقيع. طب ما نبدا بالفكره الجميله اللي هي انا عرض مستعد، عرض ما مستعد لدينا. انسق معاه واعرض معاه واقعد معاه ويشوف ايه المطلوب، وننسق واعرض الحاجات على الوزاره عندنا، ونعمل يعني على قدر المستطاع حتى تنطق شويه. انا بلاحظ ان في تقريبا في تجديدات في مداخل مدينه طنطا من مختلف الجهات. فليه ما حاضر ليه ما تدخلش بالعرض ده للمحافظ الحالي اللي هو محمد نعيم؟ هو المفروض بالنسبه لوضع ما لدينا من اثار دينيه على مداخل المدينه للترويج والجذب. انا مستعد ان انا اعرض كل هذه الافكار ونساعد برضه. طيب. والمحافظه عليها عامل ان شاء الله برضه. نتعاون مع بعض، ده دور الله. مهم للاعلام. مسجد اللي كانوا الزملاء ما هسه بتعرض صورته الان، مسجد نعم. سيدي عبد الوهاب بن مخلوف في مطوبس. نعم. ايضا واضح ان هو والعمري بفوه. طيب واضح ان هذين المسجدين ما زالوا بيحتفظوا بالطابع القديم. بالطبع القديم طبعا. ايوه. تمام. زي ما في 365 مسجد في كفر الشيخ ومراكزها المختلفة فوة بالذات بيحتفظوا بهذا الطابع القديم. بس هي إذن فوة بس حضرتك شكلك عندك جملة اعتراضية. يعني 365 لا مسجد كتير، في فوة أثري. فقط. مش أثري، هي بمعنى؟ مساجد. إنما في مسجد أثري اللي هو مسجل بقانون الآثار وبقرار وزاري أو بقرار. طيب 365 مسجد دول موقفهم إيه؟ لا هتلاقي في أثري وفي مش أثري، وفي أثري غير مسجل. وأنا ما بتعاملش حتى لو أثري غير مسجل، أنا بتعامل مع الأثر المسجل فقط. ده شغلكم. دي شغلنا. أما لو حتى أثري غير مسجل، طيب ما تضم اللي مش مسجل. المفروض هي برضو بتقابلنا معوقات. ما هي؟ يعني المعوقات ان غالبا الاثار بيبقى لها مشاكل، يا مع الاوقاف يا مع الاسكان، يا عليها تعديات، فتيجي تاخد اجراء في ده يعني. ولذلك يقول لك عشان تيجي تسجل اثر لازم يكون خالي من التعديات، يكون حالته الصحيه كويسه يعني عشان ما تاخدوش يعني وده. انا راجل اثري ماليش دعوه بالموال ده كله. المفروض ده اثر انا اسجله، يبقى واحد محتله، يبقى المفروض ده اثر لازم اتعامل معاه. المفروض تبقى وزاره سياديه، وزاره الاثار دي. المفروض يعني انتوا بتتكلموا في تاريخ مصر، في تاريخ طبعا، تاريخ دولة، ولازم في تاريخ نحافظ، ولازم نحافظ على كل الحاجات دي. انما احنا عندنا يعني انتوا لو في اثر معين وعليه تعدي ولا عليه ما تعرفوش تتعاملوا معاه؟ لو مش لو مش مسجل، لو مش طلع له قرار تسجيل من الوزير المختص او رئيس الوزاره. طب لو انما اجي اتعامل معاه. طيب اتفضل. 365 مسجد الزملاء بيقولوا عليهم في فوة فقط في كفر نعم. الشيخ. نعم. يعني هل انتوا عملتوا مرور على تلك المساجد وحددتوا هي تصلح انها تكون اثار وتضم، ولا طبعا عملتوا ايه؟ احنا كل فتره بنعمل عمليه مسح اثري للمكان، لأنه كل فترة بتعمل مسح. كل فترة مدتها قد إيه؟ يعني هو المفروض هي في إدارة توثيق ومسح أثري، المفروض بيبقى فيه مرور يومي على أنا كنت شغال من فترة في إدارة التوثيق والمسح الأثري، ماسك وسط الدلتا برضه. طلعت من القرى والأماكن آثار كتيرة موجودة قائمة وتحف منقولة، ونيجي ناخد عليها إجراء ونعمل إجراءاتها وتقف في الوزارة. يعني كده باخد من كلامك أن الروتين والبيروقراطية بتهدد كتير من أثرنا. طبعا احنا عايزين نشتغل، بس يعني حضرتك محتاج لوائح وقواعد وقوانين صريحة وحاسمة وعاجلة. بالظبط، يعني تنقذ لأن الآثار بعد فترة بتضيع. الأثر موجود النهاردة، ده غير طبعا شغلانة سرقات الآثار والسرقات اللي موجودة. وإن كان دي طبعا مساجد هيسرقوا، بس ممكن تكون أجزاء لا ما هي أنا هقول لك المساجد فيها تحف منقولة زي المنبر. المنبر تحفة يعني ممكن يتحرك. واتسرق متحف قانبي الرماح في القاهرة اللي في القلعة، اتسرق المنبر بتاعه.
وشوف القانباي منبر. الرماح من سنة طب 905. نقلوه ازاي يعني المنبر ده؟ يعني وساعات محتاج عربيه لوري لا، ما انا مثلا. اقول لحضرتك هو بيقعد يفككه. اصل بيفككوا. المنبر اجزاء، يعني في اكتر من 5 اجزاء. فكك ال5 اجزاء، باب مقدمه ورشتين وصدر وباب بي الروضه، يعني كذا قسم. فبيجيبوا يفككوا، وممكن يفكك الاقسام دي كمان ال5 الى اقسام اصغر منها، لان هو بيكون بطريقه تجميع. طب وفين رجالكوا يا استاذ جمال؟ الرجاله موجوده، بس ده هقول لحضرتك المشكله عندنا ان اغلب الاثار الاسلاميه تحوزها او في حيازه الاوقاف، وده عامله لنا مشكله. ان انا طب هل انتوا بتاخدوا اجراء على الاوقاف اللي هي طبعا. بتحوز ان هذه الاثار بصفه امانه عندها، ايوه هو المفروض، وهي مسؤوله عن لان حمايتها ورعايتها؟ انا الراجل الاثري بيمر على الاثار دي في اوقات انما بالليل الجامع مسؤوليه الاوقاف، الحارس أو الراجل لان اللي بينام الحارس اللي فيه. موجود، لان وبعدين هو معاه مفاتيح الجامع، انا ما معيش. فهو حايز، هو من حق الحايز ان الحاجه تبقى عنده، بس تبقى تحت اشراف الاثار ومراقبه الاثار. في حاله ما انا اجي امر عليكم ما الاقيش الحاجه، اخد ضدك اجراء. واضح ان المنظومه محتاجه اعاده تنظيم طبعا واعاده طبعا، ترتيب وعايزه تفعيل مش من الاثار بس، من من الوزارات كل كلها جهات تتضافر الدوله. جهودها مع بعضها، تمام. لاننا يعني ننهض يعني ده كنا بنقوله لما كنتوا مجلس اعلى الاثار، لكن ايضا نفس الشكاوى ونفس الالام لما بقيتوا وزاره ايضا. طبعا. مم. لان هي المشكله مش في الوزاره، المشكله في الجهات المنظومة. اللي انت والجهات اللي انت في بتتعامل الموضوع. معاها. واضح ان احنا محتاجين نتواصل ويستمر معانا في حلقات اخرى الاستاذ الاثري جمال مصطفى، لكن عايز اشكر حضرتك شكر جزيل على المعلومات الجميله اللي اضفتها بالنسبه الله لي يكرمك. مسجد سيد ابراهيم الدسوق واثار مدينه فوة او مساجد فوة، وايضا الاثار في مدينه طنطا الاثار الاسلاميه. اشكرك شكر جزيل انا اللي الاثري جمال مصطفى مدير عام باثار وسط الدلتا، شكرا جزيلا لك. الف شكر. واشكركم مشاهدينا الاكارم على طيب المتابعه لبرنامج بصبح عليك. انقل لكم تحيات اسره البرنامج، وهذا شاكر عماره يحييكم في امان الله. شكرا لكم.